هنرجع لحضرتك ونستمع لرأي حضرتك ومداخلة حضرتك. فنسعد في البداية بتقديم للأستاذ سامي ناصف، وهنا بيكلمنا عن أهمية يعني البدايات زي ما بيقولوا الكيز اللي هي المفاتيح بالنسبة لنا، إذا كان عنوان الديوان أو غلافه أو غيره. فنبدأ بالأستاذ سامي ويتفضل حضرتك. اتفضل أستاذ سامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشكر طبعا خاصة ثقافة الجيزة وخاصة نادي الأدب به برئاسة الدكتور ربيع شكري، بس وفي سفر قد يلحقنا طبعا، والرئيس السابق الدكتورة منى الأديبة الكبيرة، وآثرت أن تدير هذه الندوة لما لها من أهمية كبيرة جدا، لأن نادي الأدب بقصر ثقافة الجيزة بجميع أعضائه الكرام دايما يعني يريدون أن يعني يبثوا في الساحة الثقافية الفكر والأدب، ليس قاصرا على أبناء القصر أو أبناء النادي أو أبناء مصر، لا، كم من مرة ناقشوا هنا شعراء وأدباء من أبناء النادي، وشعراء وأدباء من أبناء مصر، وشعراء وأدباء من أبناء الوطن العربي. وهذه سنة حسنة جدا. دائما نجد أن نادي الأدب بقصر ثقافة الجيزة يتميز بهذه الميزة العظيمة جدا، فبشكرهم على هذا اللقاء وأن سمحوا لنا للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أن نقدم شاعرا من الوطن العربي اسمه أحمد جنيدو. الشاعر أحمد جنيدو عرفته عبر التواصل، فهو شاعر مكين يجيد بمهارة جدا كتابة القصيدة العربية العمودية بمهارة شديدة جدا. دائما نرى في شعره أنه شعر مغموس بطعم الفلسفة دائما، والغربة والوجد والوجع، وهكذا هم الإنسان العربي. وإذا به يفاجئني أنا أن يقدم لنا ديوانا بهذا الحجم الكبير، شعر التفعيلة، ليس عمودي، ديوان كامل. هذا الديوان تحت عنوان هناك غناء ما. طبعا طبع هذا الديوان هنا في مصر من خلال الناشر سما للتوزيع ودار النشر والتوزيع، هي دار سما للنشر والتوزيع. هي طبعا أعادت الكتاب إعدادا جيدا، ولكن هناك بعض المخالفة نذكرها بعدين، من ده من ناحية الدار. أما من ناحية الكتاب أو الديوان كغلاف، هذا الغلاف بهرني جدا، بمعنى لو أن هذا الديوان معروض في مثلا عند الباعة سيجذبك، وسيجذبك أكثر حينما تقرأ ما بين دفتي هذا الغلاف من شعر وإبداع. وتفاجأنا أن راسم هذه اللوحة هو فنان عالمي أعرفه جيدا، دكتور جمال بدوان، فلسطيني الأصل، موجود في أوروبا، وهو رسام عالمي لديه أكبر لوحة عالمية دخلت موسوعة جينيس حوالين فلسطين وغزة والقدس وما إلى ذلك، ولم يسبقه أحد في ارتفاعها وطولها وعرضها وما بها من أعمال. وهو دائما يشجع الشعر والشعراء، فإذا به كان راسما بريشته هذا الغلاف. هذا الغلاف اللي هو تحت عنوان هناك غناء ما، كم من كتب أو روايات أو شعر نجد الغلاف أحيانا مفارق للمضمون، أو المضمون مفارق للغلاف. لا، في هذا الغلاف وجدت أن الشاعر يبدو عكف مع الفنان، والفنان عكف مع الشاعر، إلى أن تم الانصهار التام ما بين الفنان الذي يرسم الصورة الصامتة
والشاعر الذي يرسم لنا الصورة الشاعرة. فكان هذا الرسم الرائع. كتبت فيه: يعكس غلاف ديوان هناك غناء ما للشاعر أحمد جنيدو بريشة الفنان العالمي جمال بدوان، تلاحما بصريا عميقا مع المضامين الفلسفية والروحية التي يطرحها النص الشعري. الفنان العالمي دكتور جمال بدوان، حيث أنه لم يقدم لنا لوحة توضيحية فحسب، بل صاغ عتبة بصرية تختزل تجربة ديوان أحمد جنيدو، وهذه التجربة استطاع أن يحولها إلى مشهد مرئي مفعم بالدلالات. لو جينا عند اللوحة تجد أن في شخص هنا يرفع رأسه إلى أعلى، الطوق الأعلى. ما دلالة ذلك؟ مع التناغم داخل إبداع الشاعر، الطوق نحو الأعلى لهذه الشخصية داخل هذا الغلاف بالشكل ده. يظهر في مركز اللوحة شخصية درويش أو متعبد في حالة من الاندماج الروحي الكامل. وضعية الجسد والوجه المرفوع نحو الضوء العلوي تجسد لنا النزعة الفلسفية، فهي تعبر عن الحقيقة أو الجمال المطلق. هذا الطوق الارتفاع العمودي المرفوع نحو الضوء العلوي التجسيد لنزعة الفلسفية، فهي تعبير عن الحقيقة أو الجمال المطلق، ينسجم مع بنية قصيدة التفعيلة التي تتحرك بحرية وانسيابية لتصل إلى غايتها الوجدانية. طيب في الرسم ده إيحاء ديني؟ نعم، الرسم فيه إيحاء ديني وهالة نوراني. الرسام العالمي جمال بدوان استخدم اللون الذهبي، هكذا استخدم اللون الذهبي والضوء المنبعث من الأعلى والذي يحيط بوجوه الأطفال، يمنح الغلاف مسحة من الإيناس الديني. الرسام جمال بدوان استخدم اللون الذهبي والضوء المنبعث من الأعلى. فالأطفال هنا قد يرمزون إلى البراءة. الأطفال في طفلين فوق هنا هم. لم أترك شيئا. إلى البراءة أو النفخة الإلهية التي يبحث عنها الشاعر في ثنايا الوجود. هذه الهالة تحول اللوحة من مجرد رسم إلى فضاء مقدس يتناسب مع ديوان يحمل نزعة روحية واضحة. ابتكار الصورة البصرية الموازية للصورة الشعرية، ابتكار هذه الصورة البصرية التي نراها مع ابتكار الصورة الشعرية للشاعر. نجح الدكتور جمال بدوان في ابتكار صورة سوريالية توازي ابتكار الصورة الشعرية عند جنيدو. تتطاير الحروف والنوتات، عندنا هنا حروف اهي ونوتات موسيقى، كل ده بيتطاير. تتطاير، وده اكيد ما تعديش على الناقد عادل عبد الموجود. تتطاير الحروف والنوتات، نلاحظ الحروف العربية والنوتات الموسيقية المنبعثة من أسفل الجسد، كأن الغناء الذي يتحدث عنه العنوان ليس صوتا فحسب، بل هو كينونة تخرج من صميم المعاناة الإنسانية لتحول إلى فن. دور تداخل الوجوه بالغيوم، هذا المزج يكسر الرؤية الواقعية، يفتح باب أمام التأويل النفسي، وهو ما يميز القصيدة المعاصرة التي لا تكتفي بالوصف بل تعيد تشكيل الواقع. قبل النهاية نجد أن هناك تضاد لوني ما بين الرمادي والذهبي. هذا التضاد اللوني له إيحاءه. استخدم الفنان العالمي جمال بدوان درجات التراب في الأسفل البني والداكن لينتقل تدريجيا إلى النور الساطع في الأعلى. هذا الانتقال اللوني هو تجسيد بصري لرحلة الشاعر مع الواقع الأرضي المثقل بالهموم إلى الغناء الذي يمثل الخلاص والارتقاء. هل الغلاف هذا ساهم في إظهار تجربة الشاعر؟ نعم. نجد أنه هناك تمهيد نفسي يضع القارئ في حالة ذهنية، يعني أول ما بتمسك الديوان والغلاف بيعمل لك تمهيد نفسي. هذا التمهيد النفسي يضع القارئ في حالة ذهنية تأملية قبل البدء في القراءة. تكريس الهوية الإبداعية يربط بين اسم الشاعر وأسلوبه الفني، الغموض الشفيف، العمق الروحي، واصطدام المادة بالروح. الجمالية البصرية، الرؤية البصرية لك لهذه اللوحة. بفضل ريشة الفنان جمال بدوان تحول الكتاب إلى قطعة فنية متكاملة. الجملة المهمة: حيث تصبح اللوحة قصيدة صامتة والقصيدة لوحة ناطقة.
الغلاف يعني قصيدة صامتة، والصورة قصيدة ناطقة نفسها. هذا الغلاف هو بمثابة مفتاح تأويلي يفتح مغاليق النص، ويؤكد أن ما بين الدفتين ليس مجرد كلمات، بل هو تجربة إنسانية تبحث عن صوتها في عالم صاخب. أعطينا الغلاف حقه، وأصبحنا لدينا شهية للدخول ونلج داخل كلمات الشاعر أحمد جنيدو الذي أناب عنه في الحضور هنا، لأنه طبعا في ألمانيا، وهو شاعر سوري لظروف الحروب وما إلى ذلك. أتانا الشاعر العملاق الكبير، لا أقول شاعر مصري فحسب، وإنما شاعر الوطن العربي، الأستاذ محمود يوسف، أتى من كفر الشيخ أعتقد، من المنصورة. تحياتي لك، وخير مندوب وخير الرسول، وأرسل لبيبا وشاعرا عظيما. تحياتي لحضرتك، وسيكون لك الكلمة إن شاء الله. وشكرا ردا على سؤال حضرتك يا دكتور. شكرا يا أستاذ سامي، ميرسي التزام حضرتك بالوقت. ننتقل بقى للأستاذ عادل عبد الموجود، ونشوف من خلال قراءة حضرتك لهذا الديوان كيف تتشكل الذات وأزمتها والمعنى في هذا الديوان بالنسبة لهذا الشاعر العربي الأصيل أحمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا منية القلب قاسيها ودانيها، ما ذكرتك إلا همت طربا، كأن ذكراك ألحانا أغنيها. بسم الله يبدأ. لعلي دائما في قراءتي دائما أترك هذا الجمال، وأترك جماليات النص والبلاغة وهذه المعايير التي يعني مولانا أستاذنا الأستاذ سامي هو يعني دائما يقدمها بشكل رائع، ودائما ما يمتعني بهذه القراءات. لكني عادة ما أذهب إلى يعني فكر الشاعر وفلسفة الشاعر وإرادة الشاعر في كتابة النص. بالطبع حين تناول أستاذي الأستاذ سامي هذا الغلاف أنا رأيته كأنه الكون، هو هذا الكون، وهذا الإله المحرك لهذا الكون، وهذه البراءة وهذه الأشكال. ربما هو مبدع هذا الغلاف دخل في أغوار فكر الأستاذ أحمد جنيدو. العنوان هنا عنوان الحقيقة هو لا يعلن عما بداخل الكتاب، هو يقول احتمال أن يعلن عما بداخل الكتاب، فيكون العنوان هناك يبدو عنوانا بسيطا، لكنه في الحقيقة يقوم على وظيفة فلسفية مهمة جدا وجمالية ودقيقة داخل الديوان. أولا هناك وغناء وما، هناك إذن هناك وجود، وما هو نسف لهذا الوجود، لأنه إذا كنت يعني حددت بأن هناك إذن فهو موجود، لكن ما احتمالية أن يكون موجود أي هذا الغناء موجود أو غير موجود. لكن لو يعني أتينا بمفردة أو صيغة ما لوحدها، صيغة ما نكرة تنكير. ربما هناك غناء يؤدي إلى خلاص كما يسعى إليه الشاعر، أو أنه احتمال للخلاص، أو أنه سيذوب داخل هذه الأزمة، أزمة الذات، ليتعايش معها وينتج معنى جديد. فلذلك أول ما يلفت في العنوان كلمة أيضا غناء. الغناء هنا في داخل النصوص وكما سنرى هو ليس طربا وليس موسيقى، لكنه فعل مقاومة. ربما سيقاوم الصمت بهذا الغناء، لأن الصمت هو يسكت عن شيء، وهذا الصمت هو مجبور عليه، فسيقاوم هذا بالغناء. هل الغناء
سينقذ هذه الذات ويعني يحل الأزمة. لا، هو دائما يصل إلى في نصوصه كما سنرى سيصل إلى حل ويشعر أحيانا بالراحة، ثم ما يعني يلبس إلا إلى أن مثلا سيجد نفسه داخل أزمة أخرى، وكأن حتى لو ذهب إلى اللغة لتكون له ملاذا يريد أن يلجأ إليها، تجد أن اللغة تصير هي الأخرى تهاجمه ويعود مرة أخرى إلى أزمة أخرى. هذه الذهاب والعودة، الذهاب والعودة، أنتجت لديه في نتاج الديوان حالة من التآلف أو التعايش الغير مريح مع الحياة، عبء الحياة وأماكن الحياة. ثم مثلا في نص كنص زمن، وتلك البقايا ذكرياتي، يتكرر الصمت دائما بوصفه حالة اختناق. هذا أيضا الغناء الذي سيقاوم هذا الصمت. يمكن قراءة التوتر بين طرفي العنوان، هناك وما. هذا التوتر بين الحضور والغياب، هناك تؤكد وما لا تؤكد، واحتمالية. هناك تشير إلى وجود، ولكن ما تسحب الوجود نحو الغموض. وحتى سنجد داخل الديوان يعني دائما تأتي كلمة كأن 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 وكأنه، أيضا هو غير مستقر على حل. حتى في حالة أنه يذهب إلى أن يكون مثلا كابن عربي أو ك يعني غير نعم، هم يذهبون إلى يقين، هم يعلمون أنه في كتاباتهم سيصلون إلى يقين يستريحون إليه، لكنه لا يمكن، هو لا يصل إلى يقين أبدا، لكنه يعود ثم يعود مرة أخرى وكأن الحياة تستمر عنده. لذلك أنا يعني قلت أن هذا العنوان هو ليس إفصاحا عما بداخل الكتاب، لكنه طريقة تفكيره في كتابة هذا الديوان. لا يمكن أن نقول أن هذا هو مفتاح سهل ومريح للقارئ، لا، هذا المفتاح سيدخلك إلى عالم هذا الشاعر، وأراه شاعر نابغة، يعني شاعر رائع جدا. لأني حين وجدت هذا الكتاب مكتوب بالتفعيلة ذهبت لأحاول البحث عنه لأقرأ، فوجدته يكتب العمودي الموزون المقفى، وأيضا يمكن يأتي بأطروحات فلسفية عالية جدا، كما يعني تماس هو مع يعني فلسفات ربما تكون متناقضة وسنرى. ثم يأخذ، تشعر أحيانا أنه صوفي النزعة، أنه يؤمن بوحدة الوجود مثلا. ثم أجد أنه ذهب إلى نيتشه سارتر، هذا معناه أنه بين هذا وذاك في صراع دائم، وهذه الحالة التي استسلم لها في النهاية، أن يكون هو دائما بين هذا وذاك. أعتقد أني لم شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عادل على هذه الإطلالة. ومعنا تاني الأستاذ سامي، حضرتك طبعا مع قراءتك للغلاف ودلالاته المختلفة، خلينا نرجع للعنوان نفسه ومدى ارتباطه بالداخل أو جميل. ببعض القصائد اللي هي داخل هذا الديوان. هو يمكن الأستاذ عادل عبد الموجود الشاعر والناقد من العجيب دون أن يكون بيننا توافق في أو اتفاق، لا هناك توافق، لا أصلا اتفاق معين يعني، لكن ما في معظم النقاد يأتي بكلمتين في ذهني ويقولهم ويمشي. لكن لقيته كما أنا أعددت ملزمه أعدد ملزمه، كتبنا يعني قرأ وحضر وخط ورسم. لا، أنا أشير إلى أن هناك تدقيق في العمل. يعني الميزة، كثير من النقاد أرى أنه يدفع إليه الديوان أو الرواية ويجري فيها ولديه المصطلحات النقدية ولا كده من غير ما يغوص داخل العمل الأدبي. لكن انظر، نحن أعتقد بفضل نغوص من الدفة إلى الدفة، من الورقة الأولى إلى الورقة الأخيرة. طيب، العنوان برضو زي ما فتح شهيتي الأستاذ عادل في العنوان، هل العنوان هناك غناء ما اختاروا الشاعر أحمد جنيدو
بطريقه عشوائيه. وهل هو يعبر عن قصيده؟ يعني دايما في الغالب دايما بنحط عنوان الديوان لاهم قصيده لدي، ما لقيناش. اذا القصيده الكليه الديوان الذي وضع له هناك غناء ما. هذه العتبه النصيه هل تتآلف وتتضامن مع يعني بقى العناوين الفرعيه؟ يعني في عتبه رئيسيه عنوان الديوان، طيب عتبات فرعيه عناوين القصائد. نقول فيها يعد عنوان الديوان هناك غناء ما، عتبه نصيه فارقه تحيل القارئ منذ اللحظه الاولى الى حاله من الترقب والبحث عن المجهول او المنسي. ان استخدام كما قال سعد اسم الاشاره هناك مع النكره الموصوفه بما غناء ما يوحي بوجود امل، في امل خافت، غناء موجود، امل خافت، او صوت يحاول انبثاق من وسط الركام، ركام النفس المنكسره، ركام الانسانيه المغموره، اي ركام، احل الامر كما تشاء. وهو ما يخلق تضاد حاد مع العناوين الداخليه التي غلب عليها طابع الانكسار والعدميه. نرى ترابط العنوان الرئيسي بعناوين القصائد عشان نشوف احنا بنتكلم كلام مرسل ولا في ترابط ما بين العنوان الخارجي والعناوين الداخليه. لو وقفنا عند جدليه الغناء والهزيمه في اوراق الشاعر المنهزم وفول القصيده، يظهر الارتباط الاول في المفارقه بين الغناء كفعل انطلاق وحريه وبين العنوان الفرعي اوراق الشاعر المهزوم. واوراق الشاعر المهزوم ده عنوان يحمل قصيدتين. هنا يتحول الغناء من كونه احتفالا الى صمود يائس، فالشاعر يغني لا لانه سعيد، طبعا انت بتغني عشان تفرح، لا، هو هنا بيغني مش عشان هو سعيد، بل لان الغناء هو الاداه الوحيده المتبقيه لترميم الذات المهزومه. ففي عناوين قصائد مثل الدرب الطويل يا ابتي قصيدة والعبث الاسمى تعزز هذا المعنى، فالدرب الطويل يحتاج لغناء يقطع هذا الدرب، والعبث الاسمى لا يواجه الا بلحن ما، لحن بقى العبثيه كما تشاء. ثم نجد عنوان لقصيده الحرف اله الحياره. هل له علاقه بعنوان الديوان؟ نعم، يرتبط هذا العنوان بعتبه الديوان اللي هو هناك غناء ما مباشره بقصيده الحرف اله الحياره. الغناء هنا ليس صوتا موسيقيا فقط، بل هو الكلمه او الحرف. الشاعر الذي يصف نفسه بالمهزوم يجد في الحرف الغناء الكتابي قوة علوية تنتشله من حيرته. هذا يفسر وجود عناوين مثل ايه؟ تكلم حين سقط، ولغة الظنون. فالسقوط يستوجب الغناء ايضا لتوثيق اللحظة ومنع الاندثار. كذلك نلمح في بعض العناوين الفرعية داخل قصائد ثنائية الظلمة والنور، دندنة النور في الليل. تتجلى علاقة العناوين بالعناوين الداخلية، العناوين الداخلية بالعنوان الرئيسي في الصراع بين العتمة والضوء. عناوين مثل دم الليل، المشهد القاتم، وترمد صوتي، عناوين تمثل الواقع الخانق. بينما يأتي العنوان الرئيس هناك غناء ما ليتوازى مع قصيدة دندنة النور أو الليل. الغناء هو تلك الدندنة التي تقاوم الرماد والعتمة، والرماد اللي موجود في اللون الرمادي في الغلاف، وهو المحاولة المستمرة لإيجاد ثغرة في جدار المشهد القاتم. هناك